السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه؟ منورين قناتكم حبايب قلبي. النهاردة ان شاء الله هنعمل كده وصفة بالكبدة الفراخ. هنعملها كبدة اسكندراني. هتقولوا لي ازاي؟ هقولكم تعالوا شوفوا معايا الوصفة. سهلة وبسيطة ومقاديرها كمان ان شاء الله موجودة في كل بيت. وكمان ان شاء الله هتشتري نص كيلو من كبدة الفراخ. يعني وجبة كده اقتصادية ولذيذة وتكفي وهيشكرك عليها باذن الله. هنا حبيبه قلبي انا معايا نص كيلو من كبده الفراخ زي ما انت شايفه كده. يا دوب جايباها من عند بتاع الفراخ. ولا تغسليها ولا تعملي فيها اي حاجه عشان ما تزفرش معاكي. تبداي انك انت تنضفيها وتشيلي العروق اللي شكلها مش كويس. والقلب زي ما انت شايفه كده بتفتحيه بتشيلي الجزء الابيض ده خالص. زي ما انت شايفه كده حبيبه قلبي نطفت معايا وزي الفل. قطعت الكبدايه لنصين وبعدين ضفت بقى يعني بصي 3 4 معالق من اللبن الحليب كده مش كتير. دي افضل طريقه تغسلي بيها كبده الفراخ عشان ما تزفرش معاكي. بسيبها كده منقوعه حوالي 10 دقايق وبعدين بجيب صينيه كده على النار او طاسه. بنزل بمعلقه سمنه يكون طعمها حلو سمنه بلدي كده حلوه. بنزل بتلات اربع فصوص توم كده دقاهم. بعد كده بنزل بالكبده بعد ما صفيتها من اللبن اللي انا نقعتها فيه. تتحمر كده معايا تاخد تقليبه حلوه بعدين بنزل عليها بفلفل رومي. هو ده كده الخضار اللي انا هضيفه على الكبده بتاعتي. يا دوب بس هضيف عليها ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبره مطحونه. زي الفل. هسيبها بقى على جنب وبعدين هبدا ان انا اشتغل في المكرونه. هقدم معاها مكرونه بالصوص الاحمر. تحفه جدا جدا. هنا معايا ميه بتغلي ضفت عليها ملح وشويه من الزيت. بتخلي المكرونه ما تعجنش معاكي طبعا ده للمبتدئين. حبايب قلبي اللي لسه داخلين مطبخ جديد عشان المكرونه ما تعجنش بنحط معاها ملح وزيت. هنزل كده بنص كيلو من المكرونه القلم طبعا النوع اللي تفضليه تستخدميه. هديها تقليبه كده لحد ما تغلي معايا غلوه. وحبيبه قلبي لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في الاعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس وتقولي لكل حبايبك على قناتي. هنا بقى كده بعد المكرونه غليت معايا شويه. هديها كده تقليبه وبعدين ببدا ان انا اغطي عليها واطفي النار. زي ما انت شايفه كده حبيبه قلبي هوريكي شكلها. مش بتبقى مستويه تماما. لا. يعني بتبقى يا دوب خدت غلوه كده. وبطفي عليها. وبغطي النار هوريكي دلوقتي ان انا طفيت النار خلاص المكرونه ما بتغليش. في الوقت ده بقى بغطي عليها وبسيبها كده لمدة من 5 ل7 دقايق وبعدين بصفيها. وبضيف عليها شوية من الزيت ما بغسلهاش. ده كده بيديكي طعم احلى للمكرونة وبيخليها مفرفطة وجميلة. مفرفطة يعني مش ماسكة في بعضها. هنا كده جبت الحلة اللي انا سلقت فيها المكرونة وضفت فيها معلقة كده من السمنة ما احنا الزيت ضايفينه على المكرونة اللي صفيناها. انا بعمل المكرونة على طول بسمنة وزيت. بيدينا طعم حلو وفي نفس الوقت الزيت بيدينا لمعة حلو. هنا بقى كده حمرت الثوم لحد ما خد لون دهبي حلو. هضيف معاه كده 2 من المرقه بصراحه بتدي المكرونه طعم حلو. مش كل مره بعملها بيها. لكن كل فتره كده بالذات لما بتبقى المكرونه بالثوم او بالبصل بحب ان انا اضيف لها مرقه دجاج. بقلبها كده تقليبا ان هي تطلع الماده الحافظه بتاعتها. بعدين باجي بقى كده بنص كيلو من الطماطم ضربهم في الخلاط. من غير ما اصفيهم ولا اي حاجه المكرونه كده بقى بتطلع حمرا وبتبقى جميله. القشر يعني حاولي على قد ما تقدري تضربي الطماطم كويس يبقى القشر رفيع. هبدأ بقى ان انا اضيف عليها فلفل اسمر. وشوية من السكر وشوية من الجنزبيل. وفصين من الكبابة الصيني دقاهم. وكمان ورقتين لورا. هسيبها بقى كده تغلي لحد ما تتسبك. وبعدين هبدأ بقى ان انا اضيف عليها المكرونة اللي انا كنت ضايفة عليها معلقتين الزيت وسايباها على جنب. يا رب حبيبة قلبي كده تكون الطريقة سهلة وبسيطة وواصلة بمنتهى الوضوح. هنا جبت ايوه الهون مكان ما دقيت التوم. لقيت ان كان فيه لسه توم في الهون فمش هعمل بيه حاجة. فحطيت فيه شوية صلصة ونزلته في الطماطم بصراحة كان طعمه حلو قوي قوي. هنا كده هي المكرونة ببدأ بقى ان انا انزل بيها بعد ما الصلصة اتسبكت معايا بس انا سايباها برضو ايه. يعني لسه فيها شوية سائل كده. ما سبتهاش تتسبك قوي عشان خاطر تبقى المكرونة بتاعتي كده فيها صوص وجميلة. هديها كده تقليبة حلوة هنبدأ بقى ان احنا نقدمها مع بعض. حبيبة قلبي لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في صالح الدعاء.
اهو. هنبدأ بقى نقدمها مع بعض. عايزة اقول لكم طعمها سكر بجد، حلوة جدا جدا ومسعفة. ولو الولاد يعني تعبينك في الاكل وكل يوم مثلا مش بيبقوا عايزين الاكلات التقليدية، الاكلة دي حلوة جدا جدا. اشوفك ان شاء الله حبيبة قلبي باذن الله في فيديو جديد. مع السلامة.